بطلة الفيلم اسمها أنيا وحبيبها اسمه زين وبتكون سعيدة معاه، ودايما بتشوفه مهتم بنفسه وصحته ورشاقته، عكس ما هي بتحب الأكل والحلويات، وده طبعا بيبان على جسمها اللي بيكون مليان شويتين. وكل ما بتحاول تعمل دايت طبعا بتفشل لأنها بتاكل وهي مبسوطة وهي زعلانة. وفي يوم بيكون معزومة هي وحبيبها بتدور على فستان تلبسه، لكن مفيش حاجة بتيجي عليها لحد ما أخيرا بتختار فستان وبيكون على مقاسها لكن مكشوف شويتين، وبيبين إن هي مليانة. واول ما زين بيشوفها بيتضايق من شكلها لانها هتبان مليانه قدام صحابه، ولان جسمها مش حلو، فبيقول لها ان هما اتاخروا وان الافضل ان هي تفضل موجوده في البيت وهو هيروح الفرح. بس هو بيكون مكسوف ياخدها معاه طبعا الفرح. وبعد كده بتبدا ان هي تقعد وفعلا تقلع هدومها وتغير وتقعد في البيت، وتبدا ان هي تتابع الفرح من الصور اللي بينزلها زين واصحابه على التليفون لحد ما بتلاقي صوره ليه هو وواحده تانية متصورين مع بعض، فبتدخل على الصفحه بتاعتها وبتلاقيه متصور هو وياها وهما الاتنين بيبوسوا بعض. فبتقوم تلبس الفستان بتاعها بسرعة وبتجري على تروح على الفرح، وبتلاقي صاحبتها ناتاشا واقفة بالعربية بتاعتها بتطلب منها توصلها للفرح. وأول ما بتوصل بتلاقي زين واقف بيرقص مع نفس البنت اللي متصورين مع بعض، وبتقف ما بينهم وبتبدأ ترقص هي كمان معاه. وأول ما بيجي البوفيه بتبدأ تحط لنفسها طبق كبير جدا وتاكل بطريقة مش كويسة، وهو جنبها بيكون مستعر من شكلها لحد ما بيقول لها انه عاوز يتكلم معاها في حاجة مهمة وانه مأجل الموضوع من اسبوع. وفي الاخر بيقول لها ان هو عاوز ينفصل عنها. المشكلة مش منه، المشكلة منها هي، عشان لما اول ما قابلها كانت مهتميه بنفسها ودلوقتي اتغيرت. وبعد كده العريس بيجي يقطع كلامهم وفجاه بيفتكرها حامل ويبدا يبارك لها، بتتكسف جدا من شكلها وبتبدا ان هي تاخد نفسها وتمشي. وبعد كده بتخرج من الفرح وهي زعلانه ومش عاوزه تتكلم مع حد، وبتروح البيت عند اهلها وبتفضل تعيط لامها وتقول لها ان زين سابها بسبب وزنها وبيقول عليها ان هي مش مهتمه بنفسها ومش عاوز ابدا يكون معاها تاني وينفصل. فبتهون عليها شوية وبتروح تاني يوم لصاحبتها ناتاشا وبتقول لها ان في 20 جيم في المنطقة، ولو هي عايزة تخس فعلا فالافضل تعمل كده علشان نفسها، لانه سابها وهي كانت في حالة وحشة جدا. فبتقرر ان هي تخس وتحسن من نفسها برضو علشانه، وبتروح الجيم وبتكون مش عارفة اي حاجة، وبتبدأ اول خطوة في الرشاقة. وبعد كده بتروح المطعم عند صاحبتها اللي بتشتغل فيه، وبعدين بتطلب طلب كبير وبتبدأ ان هي تاكل في الوجبة الكبيرة، بتاخد منها الوجبة صاحبتها وبترميها في الزبالة علشان خاطر ما تبوظش الخطة بتاعتها. وناتاشا بتقول لها ان هي هتخس غصب عنها وهتمنع عنها الاكل، وبتأمرها ترمي البيبسي اللي في ايديها. وبالليل بنعرف ان انايا عايشة مع ناتاشا وصديقها في الشقة، وبتتسحب بالليل علشان تاخد كل الاكل اللي في التلاجة علشان جعانة لان اكل الدايت مش بيشبع. وبتلاقي فجأة ناتاشا في ظهرها وبتقولها ترجع الاكل تاني وتروح تنام علشان تستعد لتاني يوم. وبتكون مشكلة أنايا الكبيرة إن هي بتشتغل في محل حلويات والأكل حواليها في كل حتة، وبتحاول تمنع نفسها إن هي تاكل التورتة اللي هي عمالة تزايد فيها، بس مع الأسف التورتة هي اللي بتكسب وبتضطر إن هي تاكل التورتة كلها. وبتفضل تدور على مجموعة مساندة موجودة على النت وبتنضم ليهم، وبينضم ليهم واحد اسمه كوليا وبيكون الراجل الوحيد. وبيفضلوا يتكلموا لحد ما بتستأذن أنايا وبتمشي، وبيجري كوليا وراها وبيقول لها ان هي الوحيدة الصغيرة في السن، وان هو عاوز يشارك التمارين، وانه ما عندوش اي اصدقاء، ده غير التنمر اللي بيواجهه في شغله لانه اتخن واحد فيهم. وبتوافق تتكلم معاه في كافيه، وبيقول لها انه نفسه تكون شريكته في الجيم والتمارين، واي وقت هتحب تتمرن فيه هو هيوافق. وبتروح البيت وبتفتح الاكونت بتاعه وبتلاقي فعلا ان ما عندوش اي اصحاب، وان زمايله كانوا عاملين له فيديو يتريقوا عليه. وبتنام. وتاني يوم بتلاقي كوليا جالها عند البيت علشان يبدأوا يتمرنوا سوا رياضة، وبتكون مكسوفة جدا جدا ان هي تتمرن قدام الناس لحد ما بيشجعها كوليا وبيبدأوا مع بعض. وبتجبر أنايا نفسها على الأكل الصحي والخضار، وبتقاوم كل المغريات اللي حواليها إن هي سايبة كل الأكل وما بتاكلش غير خضروات وبس. وفعلا بتبدأ تخس ووزنها فعلا بينزل، وبتكون حاطة الصورة بتاعت زين كخلفية للتليفون علشان يحمسها أكتر لحد ما بتنجح إن هي توصل للوزن اللي هي عاوزاه. وبتروح تتمرن في المكان اللي زين بيمرن فيه سباحة، وبتعمل نفسها بتشبه عليه وبتقوله ان هي عايزة تتمرن معاه برايفت. وبيكون قرب يعجب بيها تاني، لكن بتظهر صاحبته وبتشد انتباهه تاني ليها، وبتتضايق عناية ان هي معرفتش تخليه يحبها تاني. وبتروح تسهر في كافيه وبتشرب كتير، وبيعجب بيها واحد من الموجودين وبياخدها معاه بيته. وبتصحى تلاقي نفسها في بيت ما تعرفوش، وبتحس ان في حد داخل عليها، فبتقوم تجيب حاجه علشان لما يدخل تديله على دماغه، لانها بتلاقيه ان هو كوليا، وبيقول لها ان هو جه على اخر لحظه ولما لقاها بتركب مع واحد التاكسي وهي ما تعرفوش، وخدها منه بالعافيه بعد ما اتخانقت معاه. وجم على بيته وهي نامت في سريره وهو نام بره على الكنبه.
وبيقعدوا سوا وبيقول لها ما ينفعش علاقة حب من طرف واحد، وان هي لازم تدور على حد يحبها زي ما هي كده. وبيطلب منها انها تروح لمامتها وتتكلم معاها شويه، وبتسمع كلامه وبتروح لوالدتها فعلا، وبتحاول تاخد رقم والدها منها لكن هي بترفض. وبعدين بتقول لها ان هو بيكرهها من زمان لكن هي بتصر وبرضه بترفض. فبتستنى لما مامتها بتخرج وبتبدا ان هي تاخد الرقم من دليل التليفونات وبتتصل عليه. فبيقول لها ان هو حابب ان هو يقابلها جدا وهيبعت لها العنوان على التليفون. وبتفتح الدرج وبتبدا ان هي تطلع الجاكيت اللي باباها كان سايبه عليها قبل ما يسيبها وبيمشي، وبتاخده وبتروح على البيت ببيت نتاشا علشان تاخد حاجتها وتروح تقعد مع باباها شوية. وبتكون مبسوطة جدا طول الطريق لحد فعلا ما بتوصل عنده. وبعد كده بتلاقي ان هو شخص صعب جدا في التعامل وبيتعامل معاها بطريقة مش كويسة ابدا. وبعدين بتعمل حاجة غلط في الساونا وبتولع في البيت، وبيجي باباها بيبدأ يتخانق معاها ويزعق لها علشان هي السبب في الحريقة اللي حصلت، ومش بيهمه ابدا حياتها ولا بيهمه ان هو يسألها عملت ايه. فبيتخانق معاه كوليا وبيقول له ان بنته كانت هتموت، وهو حتى ما فكرش ان هو يطمن عليها، وان هي كانت جايه له علشان عايزاه هو يطمنها، لكنها كانت غلطانه. وبترجع للبيت والدتها وبيديها كوليا هدومه علشان تلبسها لان هي بتكون لابسه هدوم الساونا طبعا. وبيوصل لها لحد بيت والدتها واهلها، ومش بيكونوا هما هناك موجودين. فبيقول لها خلاص خليكي لابسه هدومي وانا خلاص هعدي عليكي بعدين. وبعدين بيركب وبيكون مروح على الطريق بيلاقي ناس بتبيع زهور، فبيقرر ان هو يشتري ورد ويرجع تاني لأنايا يعترف لها بحبه. لكن في الوقت ده بيكون زين عندها في البيت وبيعتذر لها على اللي عمله معاها وبيقول لها ان هو بيحبها، وبيرجعوا لبعض تاني. ولما بيرجع كوليا وبيشوفهم مع بعض بيبدأ ان هو يرمي الورد في الارض ويبعد عن البيت على طول. لكن انايا خلاص مش بتكون مرتاحه مع زين زي الاول، فبتبدا ان هي تقول له كده، بتقول له ان هي مش مرتاحه في العلاقه دي زي الاول. وبعد كده بتروح البيت عند ناتاشا وبتحكي لها على اللي حصل مع زين ومع باباها. وبعدين في حد بيخش وبيديها شيشه بتاخدها تحدفها من البلكونه، بتقع على عربيه الشرطه. طبعا هي بتطلع فوق وبتبدا ان هي تدي للراجل رشوه علشان خاطر ما يمسكهاش لان هي صاحبه البيت. وبتبوظ الحفله والناس بتمشي، وبتمشي كمان انايا من بيت ناتاشا، ومش بيكون عندها حد تروح له غير كوليا. فبتروح له عند البحيره اللي هي عارفه ان هو بيحب يقعد هناك، وبتقول له كمان ان هي بقت وحيده وان خلاص ما عندهاش حد تروح له. فبيقول لها ان هي ممكن تروح عند زين كمان. وبيقول لها ان هو كان نفسه يكون صديقها لكنها عمره ما حسستها بكده، لان هي لازم تحب نفسها الاول علشان خاطر الناس تقدر تحبها. وبيسيبها وبيمشي، فبتكون زعلانه ومفيش حد تروح له، وبتفضل تعيط وهي ماشيه لحد ما بتوصل قريب من بيت مامتها. وبعد كده بتنام في حقول الزرع، وبتكون في آلات بتقص المحصول وهي نايمه مش واخده بالها، لكن جوز امها بيكون واحد من الموجودين وبيسوق الآلات دي، ويبدأ ان هو يجري عليها ويلحقها بسرعه، وبينقذها على اخر لحظه من الموت. واخيرا بتقرر تتكلم معاه لان هي كانت بتكرهه جدا، وبتحكي له كل اللي حصل معاها. وبيقول لها ان هي لو حبت نفسها وصلحت علاقتها مع اللي حواليها حياتها كلها هتتصلح. فبتقرر ان هي تروح لاول واحده وهي نتاشا، وبتعتذر لها انها دمرت حفلتها وان هي سابتها ساعه الجد، وبتفضل تعتذر لها كتير لحد ما بتوافق. وبترجع تاني تعيش في بيت والدتها، وبتلاقي باباها جاي وجايب الجاكيت اللي هي اديتهوله، وبيتاسف لها على كل اللي عمله معاها، وبيقول لها ان هو يفضل جنبها وهيحاول ان هو يعوضها. وبيوديها الماراثون اللي كاليا والمجموعه بتاعتها مشاركين فيه، وبتنزل تدور عليه لحد ما بتلاقيه بيشرب بيبسي. فبتاخده منه وبترميه، وبتقوله ان هو صديقها الوحيد اللي وقف جنبها، وان هي ما تقدرش ابدا ان هي تستغنى عنه، وان هي مقدره قيمته كويس جدا، وحست بقيمته اكتر بعد ما زين كمان رجع لها، وان هو ما كانش يستاهلها، وان هو اللي خلاها ان هي تحب نفسها وتبدا تتعرف على الحاجات اللي المفروض تكون عارفاها عن نفسها. وبتقوله ان هو لازم يكمل الماراثون لان هي اتعلمت عدم الاستسلام، وبتتحسن حياتها وعلاقتها بكل اللي حواليها.